السلام عليكم متابعيني الكرام، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة السنة الجديدة، وربنا يجعلها سنة سعيدة وسنة تفاؤل وحب وعطاء. ويا رب كل اللي نفسه في حاجة تتحقق. النهاردة حبيت انزل لكم فيديو عن البطاطا. البطاطا دي انا مش هشويها في الفرن لان حجمها كبير وبتاخد وقت، فحبيت كده اعملها بطريقة معاكم سهلة وبسيطة، وكمان هتستوي في اقل من 10 دقايق او ربع ساعة بالكتير قوي. هوريكم مع بعض الطريقة. عندي هنا 2 كيلو من البطاطا، زي ما انتم شايفين هي حجمها كبير. لو حطيتها في الفرن هتاخد وقت طويل، مش اكتر من ساعتين، مش اقل من ساعتين. فحبيت اوريكم الطريقة اللي انا بستعملها فيها لما يكون عندي بطاطا بالشكل ده. بجيب كده حلة، وبعد كده بحط فيها ورقة زبدة ببلها كده، او ورق كراريس، واعمل طبقة كده زي الغطا، وبعدين احط 2 في النص، وابدأ اقطع البطاطا كده بالشكل ده وانغزها بالسكينة او الشوكة زي ما انتوا شايفين. وبضيف لها مج الا ربع او كوباية الشاي، مج الشاي بضيف له كده كوباية الا ربع من المج المية. وبعدين بحط لها معلقة سكر اختياري لو البطاطا بتاعتكم مش سكرية زي اللي عندي. وبعدين ببدأ اغطيها بقى كويس بالورق اللي هو الزبدة، وبعدين ببل واحدة من فوق واغطيها. بحطها على النار متوسطة واسيبها كده 10 دقايق ربع ساعة. ما شاء الله بتطلع زي العسل وبتطيب كلها وبتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وكمان بتدي كده بتاخد شكل وريحة التدخينة اللي بنشوفها مع بتاع البطاطا. وهو صراحة يعني علشان البطاطا ما تاخدش معاه وقت، لانها في الشوي بتاخد وقت كبير، فهو اغلب الوقت بيعملها بالطريقة دي، وبيحط تحتها فحم وهو ماشي بس، وبيعملها بنفس الطريقة دي. عايزة اقول لكم بقى وهوريكم شكل الحلة دي علشان ما حدش يطلع يقول لي ان البطاطا بوظت الحلة. بتطلع معانا بكل سهولة. شايفين بقى البطاطا ما شاء الله استوت ومحافظة على طعمها والحلاوة بتاعتها، وزي ما هي وخدت تشويحة بسيطة كده من اللسعة اللي خدتها من الحلة. بتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم، وما تنسوناش باللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.